السلام عليكم. عندما يلتقي كبار القارة لا مجال للرحمة ولا مجال للأخطاء. المغرب والجزائر يطلق البلايلي قذيفة ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير. هدف لا يمحى ولا ينسى. الحماس بلغ ذروته، المشجعون على أعصابهم، والمدرجات تهتز مع كل لمسة، كأننا نشهد معركة الأبطال في نهائي الأحلام. مباراة المغرب والجزائر في كأس العرب 2001 كانت من أكثر المواجهات إثارة في البطولة، حيث جمعت بين منتخبين من أبرز المرشحين للفوز باللقب. أقيمت المباراة يوم 11 من ديسمبر عام 2021 على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن دور ربع النهائي. الشوط الأول بدأ اللقاء بحذر من الطرفين مع ضغط جزائري واضح منذ الدقائق الأولى. تميز المنتخب المغربي بدفاع قوي ومحاولات مستمرة لاختراق دفاع الجزائر، لكن دون خطورة حقيقية. استمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني، هنا بدأت الإثارة والتشويق، حيث في الدقيقة 62 حصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء بعد عرقلة يوسف بلايلي داخل منطقة الجزاء. تولى ياسين براهيمي التنفيذ بنجاح، مسجلا الهدف الأول للجزائر. رد المنتخب المغربي جاء سريعا، حيث سجل محمد النهيري هدف التعادل في الدقيقة 64 بضربة رأسية رائعة من ركلة ركنية، وأصبحت أمور أكثر صعوبة. في الدقيقة 102 تمكن يوسف بلايلي من تسجيل واحد من أجمل أهداف البطولة، حيث سدد كرة بعيدة المدى. فاجأت الحارس المغربي وأسكنت الشباك هذا الهدف، لن ينساه أي جزائري من أروع وأجمل الأهداف في تاريخ المنافسة بين منتخبين. عند تسجيل هذا الهدف الأسطوري جعلت المباراة أكثر إثارة وتشويق. هذه اللحظة التي ستظل محفورة في ذاكرة كأس العرب. يوسف البلايلي يطلق تسديدة من منتصف الملعب، كرة لا تصد ولا ترد، هدف من الطراز الرفيع. لقطة جعلت الجماهير تهتف بجنون، والمعلقون يصرخون: يا له من هدف للتاريخ! هدف البلايلي كان بمثابة رسالة: نحن هنا للفوز، ولن نترك هذه. كانت بمثابة ملحمة أخرى. كل لاعب كان يعلم أن أي خطأ يعني توديع البطولة. ابتسم الحظ للمنتخب الجزائري الذي سجل جميع ركلاته بنجاح، بينما أخفق المغرب في تسجيل ركلة واحدة، لتنتهي السلسلة بنتيجة 5-3 لصالح الجزائر. كان الحارس الجزائري رايس مبولحي بطل اللحظة بعد تصديه الحاسم، ليقود الجزائر إلى نصف النهائي. في النهاية كان الفوز من نصيب الجزائر بعد سلسلة ركلات ترجيح مثيرة، لتنطلق الاحتفالات في المدرجات. لحظة فرح للجزائريين وخيبة أمل للمنتخب المغربي الذي قدم أداء مشرفاً. مباراة ستظل في الأذهان، ليس فقط بسبب النتيجة، بل بسبب المتعة الكروية التي قدمها الفريقان. ما رأيكم في أداء المنتخبين في هذه المباراة؟ وهل تعتقدون أن هدف البلايلي هو الأجمل في البطولة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.